missed you so much. Megan, what are you doing? You don't look like my grandma. She's not your grandma. I'm so lonely. Baby, please just... Maybe I can come in? ازيكم عاملين ايه؟ احنا هنبتدي سلسلة جديدة المرة دي. السلسلة دي بتتكلم عن مسلسل من اقوى المسلسلات اللي نزلت الفترة اللي فاتت، هو مسلسل فروم. احنا هنبتدي الجزء الاول النهاردة، وبعد فترة هننزل الجزء التاني علشان خاطر المسلسل الجزء التالت بتاعه هينزل 22 الشهر ده، وبينزل حلقة كل اسبوع. فاحنا هنبتدي نمشي مع التسلسل بتاع الحلقات، وكل يوم هبتدي اديكم تلخيص للحلقه اللي حصلت. واللي لسه ما تابعنيش دوس على زر الجرس واشترك في القناه عشان يوصل له كل جديد. يلا بينا نشوف. احداث المسلسل بتاعتنا بتبتدي في مدينه غير موجوده، محدش يعرف المدينه دي اصلها ايه. المدينه دي عايش فيها سكان، كل واحد جه المدينه بشكل مختلف عن التاني، وهم دلوقتي مضطرين كلهم يعيشوا في المدينه دي. المدينة دي العمدة بتاعتها واحد اسمه بويد ده جه هو والأسرة بتاعته من فترة طويلة جدا، ومراته وهو كانوا هما الاتنين شغالين في الجيش. جم وأول ما دخلوا المدينة في حاجة بتحصل لما انت بتعدي على المدينة دي. أول حاجة بتقابل عرق خشب بيوقفك من الطريق، وبتلاقي غربان حوالين المدينة كلها، انت ما انتش عارف الغربان دي جاية منين. وبعد شوية انت بتضطر ان انت ترجع تاني من الطريق، بتلاقي نفسك عمال تلف في المدينة، والنقطة اللي انت بترجع منها هي النقطة اللي بترجع لها تاني. العيلة اللي كانت موجودة وبتخش المدينة دي كان واحد اسمه ماسيو، ومراته اسمها تابيسا، وجولي وإيسن ولادهم. أهم حاجة نركز في الأحداث. بعد كده دخلوا المدينة دي وابتدوا يلفوا حوالين الناس، ولقوا الناس كلها متجمعة، كل ما يسألوا أي حد طب احنا نطلع على الطريق ازاي، طب احنا نعمل ايه، محدش بيرد عليهم. لغاية ما بويد راح قال لهم ازاي يمشوا من الطريق اللي هم يمشوا فيه، وقال للناس كلها بتوع المدينة محدش يتكلم معاهم في اي حاجة علشان خاطر ما يخافوش. واثناء ما هم بيعملوا الموضوع ده كان في عربية جاية بسرعة جدا، وعملوا حادثة هما الاتنين، العربية بتاعت ماسيو والعربية التانية. بعد كده العمدة بويد ابتدى يشوف، لما سمع الحادثة او لما حس بموضوع الحادثة ده جري عشان يشوف ايه المشكلة اللي هناك. اثناء الموضوع ده لقوا ان ابنه اتعور، ومراته مغمى عليها، وبنته هي الوحيده اللي فايقه. بويد قرر ان هو يطلعهم من جوه العربيه، وبعد ما طلعهم من جوه العربيه ابتدى يجيب مسعفه اسمها كريستي عشان خاطر تساعد ابن ماسيو ان هو يتعالج. ساعتها بقى حصل الحاجه اللي المسلسل كله قايم عليها، هو ان الليل ليل عليهم، وهي دي المشكله اللي بتحصل في القريه دي. القريه دي او المدينه دي فيها وحوش بيطلعوا بالليل على هيئة بني ادمين عادية خالص، بيقعدوا يخبطوا ويتكلموا معاك ان هم ناس زيهم زيك، وان هم عايزين يدخلوا من البرد، عايزين انك تفتح لهم. لو انت قررت في اي وقت انك تفتح لهم بيتحولوا لوحوش مخيفة جدا وبياكلوك. واللي اكتشف الموضوع ده هم اول ناس جم القرية. وبويد كان هو كمان شغال في الجيش، ابتدى يعمل نظام للقرية دي. النظام ده بقى هو مسؤول ان هو يرن الجرس كل يوم قبل الليل ما يليل علشان خاطر كله يدخل البيت بتاعه. اثناء الاحداث بويد كان اول ما وصل القرية كان هو ومراته بيبتدوا يكتشفوا ايه اللي بيحصل في القرية دي او المدينة دي. فبويد كان بيخش الغابة علشان خاطر يفهم حدود المدينة عاملة ازاي. اثناء ما هو كان هناك الليل ليل عليه واستخبى في كهف، الكهف ده لقى فيه حجرة، الحجرة دي عليها تعويذات. اكتشف ان التعويذات دي ما بتخليش الوحوش دي ان هي تقرب منهم، فابتدى يرجع بالتعويذات دي يعلقها على كل البيوت عشان يضمن لهم وبعد فترة بيبتدي ماسيو يعرف حقيقة المكان ده عامل ازاي، وهو ومراته ما بيستقبلوش الموضوع، بيحسوا ان الموضوع مش طبيعي، في حاجة مش مفهومة. وفي نفس الوقت كمان التاني اللي عمل الحادثة معاهم اسمه جيد ده كان واخد الموضوع كله في الاول بهزار، كان شايف ان هما اللي بيعملوه ده كله تجربة بيعملها واحد صاحبه فيه زي روم سكيب، زي الالعاب اللي زي كده، وكان شايف ان هي عبارة عن بازل المفروض ان هو يحلها، لغاية ما اتأكد ان اللي بيحصل ده حاجة حقيقية، اللي بيحصل ده مش مجرد بازل. لو جينا نبص على منظر المدينة دي متقسمة ازاي، متقسمة لحاجتين. متقسمة البيت اسمه بيت المستعمرة، وده مسؤول عنها واحدة اسمها دونا دي هي مسؤولة البيت وهي اللي مسؤولة عن حمايته. وفي الناحية التانية من المدينة
كل واحد بيختار بيته وهو مسؤول عن حمايته بنفسه. بنكتشف مع الأحداث إن مرات بويد جه عليها الفترة دي ابتدت تتخيل إن كل اللي بيحصل ده عبارة عن حلم، وإن الحل الوحيد علشان خاطر هم يرجعوا تاني لمكانهم الطبيعي أو يهربوا من المدينة دي إن هم يموتوا. فمرات بويد لقت ابنها جاي عليها فقررت إن هي تقتله. وطبعا بويد لما شاف الموقف ده على طول راح مطلع مسدسه وراح قاتل مراته، وده عمل مشكلة كبيرة جدا ما بينه وما بين ابنه أليس. هنفهم بعد كده ان ابنه أليس مش قاعد معاه وقاعد في البيت بتاع دونا، وقرر ان هو يبعد عن ابوه بسبب الموضوع ده. على الجانب التاني بنكتشف ان في واحدة اسمها سارة دي من ضمن الناس اللي موجودة في المدينة، بس سارة دي ابتدى يحصل معاها حاجة غريبة هنكمل بيها بقية الأحداث. اللي حصل مع سارة ان ابتدت تسمع أصوات في ودانها زي ان هي تقتل ناس، واول حد كان مقررة ان هي تقتله ان الطلب منها ان هي تفتح الباب بتاع العيادة وهي ماشية بالليل، وفعلا عملت كده، وبسبب كده ادت لكارثة كبيرة جدا لان الوحوش دي دخلوا العيادة وقتلوا كل اللي موجودين فيها. وبعد شوية حصل لسارة دي حاجة تانية خالص عن طريق كتابة اتكتبت على ايديها ان هي تقتل الطفل، وفعلا سارة بتبتدي تاخد قرار ان إيثان ده لازم يموت. ولما كانت بتحاول تموته قتلت اخوها بالغلط. وطبعا سارة لما شافت اخوها ميت قدامها طلعت تجري وهربت، وساعتها ماسيو ومراته جولي راحوا لبويد وراحوا للكاهن بتاع المدينة وقالوا لهم ان سارة دي خطر وان سارة دي لازم تموت. وساعتها الكاهن قال لهم ان سارة هربت، وطالما هي بقت في الغابة مش هتقدر تعيش لغاية تاني يوم. بنكتشف بقى بعد كده ان الكاهن خد سارة وخباها، وابتدى يقعد معاها ويفهم هي عملت كده ليه، وابتدى يقول لها انت ايه اللي بيحصل؟ قالت له انا في اصوات بتجيلي في دماغي. فساعتها الكاهن قال لها انت بتقولي اي كلام عشان خاطر تهربي من العقاب؟ طب قولي لي اي حاجه محدش يعرفها عني لو الكلام ده بجد. قالت له هات ورقه وقلم، وابتدت ترسم للكاهن ده مكان هو كان مخبي فيه الشنطه اللي هو اول ما جه القريه كانت معاه. في الوقت ده الكاهن خد الورق وخد الكلام ده كله وراح لبويد علشان يشرح له الفكره كلها. على الجانب التاني في بيت المستعمره حصلت اغرب حاجه احنا ممكن نتخيلها. في واحد من جوه بيت المستعمره ابتدى يتعامل مع بنت من الوحوش اللي بتبقى بره. الشخص ده قرر يعمل اغبى حاجه بصراحه ممكن تتعمل، ان هو صدق البنت دي وفتح لها الشباك ودخلها. البنت دي اول ما دخلت قتلته، وفتحت الشباك دخلت بقيه الوحوش كلهم. فطبعا اللي حصل ان الوحوش بقت موجوده جوه بيت المستعمره، فاضطروا كلهم يهربوا وما كانوش عارفين يروحوا فين. واهم شخصيه في المسلسل بقى اسمه فيكتور. فيكتور ده هو اول واحد يعتبر جه المدينه دي مع امه وهو طفل صغير. فيكتور ده بقى مريب جدا، ويعتبر الاحداث كلها مرتبطه. ففي الوقت ده في جولي بتخش لفيكتور وتقول له ان في وحوش تحت. قال لهم انا عارف ان هم كانوا يجوا النهارده وعارف ان ده هيحصل، يلا بينا نهرب. ونطوا هما الاتنين من الشباك علشان خاطر يهربوا. وهم بيهربوا فيكتور قال لها تعالي نهرب ناحيه الغابه. قالت له ده كلهم رايحين عند بويد. قال لها لا، اسمعي كلامي وتعالي نهرب ناحيه الغابه. اثناء ما هم كانوا في الغابه كان في شجره شكلها كده فيها فتحه كبيره قوي. ففيكتور قال لها خشي جوه الشجره دي وانت هتبقي في الامان. خشي جوه الشجره دي هتنقلك لمكان تاني، والمكان ده انت هتبقي في امان فيه. واثناء ما ده ما بيحصل والكاهن وبويد وهم بيحاولوا ينقذوا مين في بيت المستعمره، حد من الوحوش قتل الكاهن. وساعتها بويد قرر قرار تاني خالص. قرر ان هو يروح وياخد ساره ويمشي بيها جوه الغابه ويشوف الغابه دي ممكن توصله لايه. على الجانب التاني احنا عندنا ماسيو وعندنا جايد، الاتنين دول بيفكروا بشكل عملي شويه. فجايد وماسيو قرروا ان هما الاتنين يعملوا برج هوائي يعملوا بيه ارسال. الارسال ده لو في اي حد موجود في الناحيه التانيه واحنا في مكان مش عارفين احنا فين، هيبقى الارسال ده يقدر يوصل لنا بيه. على الجانب التاني تبيسة قررت ان هي عايزه تعرف مصدر الطاقه والانوار اللي موجوده جايه منين. حصل غيام كبير جدا ورياح شديده جدا اثناء ما هم كانوا بيحطوا البرج. اخيرا ماسيو قبل اشاره. الاشاره دي لقيت حد بيقول له، قال له مراتك كانت المفروض ما تحفرش الحفره دي، هي كده بتحفر لقبرها. طبعا ماسيو اول ما سمع الكلام ده ساب الجهاز وساب كل حاجه. واثناء ما البيت ما هو ما بيتهد والحفره اللي هي عملتها دي، فيكتور ما كانش معروف هو مكانه فين بالظبط. تبيسة بتقع
في حفرة، وبتلاقي فيكتور موجود في الحفرة دي، وبيقول لها انت ما كانش المفروض تبقي موجودة هنا، ده المكان اللي الوحوش بتنامي فيه، تعالي ورايا عشان نهرب من هنا. على الجانب التاني بنلاقي ان بويد وسارة الدنيا ابتدت تليل عليهم جدا، والغمام وكل اللي بيحصل ده ابتدى يزيد عليهم قوي. وساعتها بويد شاف منارة طالع منها نور، وكان عايز يروح ناحية المنارة دي عشان يشوف اخر المدينة دي او اخر القرية دي فين. ساعتها سارة شافت طفل صغير، الطفل ده قال لها ان الموضوع بقى خطر عليكم جدا وان انتوا لازم تهربوا دلوقتي حالا. بويد اول ما دخل الشجرة لقى نفسه موجود في قبر صغير كده وطويل طالع لفوق، وحتة حيطة مقفولة من كل ناحية، وهو لا عارف يتنفس ولا عارف اي حاجة، ولا لقى سارة جنبه ولا لقى اي حاجة. وبيخلص الجزء الاول بتاع المسلسل على ان بيجي اتوبيس جديد للمدينة بس كده. وده كده كانت احداث الجزء الاول باختصار. انا حاولت اختصر لكم القصة على قد ما اقدر علشان خاطر اللي مش هيقدر يتفرج على الجزء الاولاني ما يحسش ان هو فاته كتير. استنوني بقى في الجزء الثاني من المسلسل في الحلقة الجاية، ودي هتبقى عبارة عن سلسلة، وهيبقى السلسلة مكتوب عليها مسلسل فروم. اللي لسه ما اتفرجش على الفيديوهات بتاعتي ولا القناة بتاعتي يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. سلام.